هعمل لك فطيرة بالسجق الجميلة، وبعدين بتتاخد على مرحلتين برضو، الحشو الداخلي والحشو اللي هي بتتفنش بقى بتبقى ايه بشكل البيتزا الطبيعية التانية، فلفل وطماطم وزيتون وجبن من فوق الوش بتطلع بشكل جميل. قول لي التطور اللي حصل وقت ما كنتوا فاتحين بكام صنف وصلتوا دلوقتي؟ احنا كنا زمان فاتحين بصنفين بس. ايوه، صنف اللي هي التقلية والبيض والحلوة المهلبية، كانوا زمان مسمينها بلوزة. بلوزة دي بقى ايه، هنعمل الفطيرة اللي هي ام سجق. والدي ما شافش اللي هي ام سجق ديت ولا التطور بتاعها. ده سجق نوع معين ولا؟ نوع معين. افخر انواع السجق طبعا، وبعدين الزبائن مبهوره بيه قوي يعني الحمد لله. كده بتبدا السجق ده بتبدا من 70 في ب 80 في ب 90 في ب 100. اللي بيختلف الحجم لكن الحشو هو كده بتتعمل. قول لنا ايه الحركه اللي بتعملها بصوابعك دي فيها؟ يعني بخرج الهواء من عشان تفضل اوكي كده هو من تحت. بيض سجق من الداخل، وخدت وش التسويه الاولاني وده الوش التاني. تاخد بقى المكونات بتاعتها، الطماطم والفلفل الرومي، اللي عايز فلفل حار برضو بحط له فلفل حار، وده الزيتون. هي خدت الوش الاولاني يمكن بتقعد فيه شويه، لكن الوش التاني ايه الجمال ده بقى؟ احكي لنا بقى يا حاج، قول لنا ايه الجمال ده؟ اهو طبعا انواع الجبنه ممتازه والزيتون 100 خلي الفطيره برضو تنفش كده وتبقى عامله زي بغاشة. تبقى ايه؟ بغاشة. الفطيره دي سعرها كام يا حاج؟ 70 جنيه.